اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه. النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه وقويه جدا، وخاصه ان هي بشرى ساره لاي ست عندها نيه للطلاق. لو انت بتفكري انك تطلقي اوعي تفوتي الحلقه دي، خليكي معانا عشان هنقولك حاجات كتير قوي هتعجبك. متروحيش في اي حته. طبعا لو انت بتفكري تتطلقي داخله تتفرجي على الحلقه. طب لو مش عايزه تتطلقي هقولك احنا ملناش دعوه، الموضوع كله يخص مجلس النواب. مجلس النواب من قيمه كام يوم حصل فيه خناقه كبيره قوي. ليه؟ عشان قانون التأمينات الجديد. القانون بتاع التأمين ده بيقول عدة بنود، من ضمنها وأهمها واللي توافق عليه هو مادة وثيقة الطلاق. طب ايه مادة وثيقة الطلاق وايه اهميتها وايه العائد اللي هيعود على الست اللي ناوية تتطلق من هذه الوثيقة؟ طب الخناقة ليه؟ كل ده واكتر منه النهاردة هنقوله في الحلقة. تعالوا نقول لكم خطوة خطوة وستيب ستيب ومعلومة معلومة داخل 5 سياسة. أول حاجة وثيقة الطلاق دي تم طرحها وبقى هي مادة من ضمن المواد الخاصة بقانون التأمين، وبتعني إن أي ست تتطلق تاخد من جوزها بعد الطلاق بموجب هذه الوثيقة اللي بيمضي عليها وبيسدد بنودها قبل الجواز كاملة مكملة، بيديلها تعويض عن الطلاق، مش مؤخرها ولا النفقة ولا المتعة ولا العدة، ولا ان هي تفضل تدور وراه في المحاكم والاقسام، ولا ان هو يضحك عليها وما يرضاهاش يديلها المؤخر، ولا يدفع فلوس علشان خاطر يطبخ القضايا. كل ده خلاص انتهى، العصر ده خلص بالوثيقة دي. النهاردة لو اتطلقتي من جوزك هتاخدي منه التعويض غصب عنه لو امتنع انه يديك الايه؟ الفلوس بتاعتك. طيب لو امتنع عن تسديد مبلغ الوثيقة يحصل فيه ايه؟ هيتحبس ان شاء الله. طبعا مش كل الرجالة محتاجة ان يحصل ده فيها، لان طبعا في رجالة محترمة احنا مالناش دعوة بيهم. احنا بنتكلم على الرجالة اللي ما بتراعيش ربنا في زوجاتهم وفي الاخر بيطلقوهم ويقعدوا يتلاعبوا مع المحاكم والقضايا والمحامين، ويجيبوا محاميين يعني مش عايزين نقول عليهم ان هم محاميين، اقرب للنصابين، مش محاميين بيراعوا ربنا في مهنتهم علشان خاطر ياخدوا حق الست اللي اتطلقت. في الاخر الست المطلقة بتضطر غصب عنها ان هي تروح تشتغل شغل حتى غير لائق بيها وبولادها وبتربيتهم، وكمان بتتعب وبيبقى في مجهود كبير جدا عشان تربي ولاد لو في الجواز ده انتج عنه اولاد. طبعا الكلام ده موجود بدراسة، نقدر نعرف عدد المطلقات اللي بيعولوا اولاد وعدد المعاناة اللي بتواجهها سيدات مصر تحديدا بعد الطلاق من الازواج اللي ما عندهمش دم ولا عندهم ضمير في اي لحظة، وبيتركوا زوجاتهم بدون حقوقهم الزوجية وبدون حقوق اطفالهم. بتبقى النتيجة عاملة ازاي؟ تقدروا تشوفوا دوت وتعرفوه اكتر في محاكم الاسرة، واقربهم محكمة الزنانيري اللي قريبة من كل القاهرة اللي يقدروا يزوروها ويشوفوا عدد المطلقات وعدد الاولاد والاطفال اللي واقفين عند المحكمة عشان مش قادرين ياخدوا حقوقهم. الوثيقة دي من اقوى الوثائق اللي اتعملت في خلال السنين اللي فاتت لحق المرأة، يمكن انتصرت لها فعلا، وخاصة السيدات اللي بتعرض للطلاق او بتخاف حتى ان هي تتطلق من رجل غير صالح علشان خاطر ما تتمرمطش بعد كده في المحاكم او ما تعرفش تربي ولادها. الوثيقة بتبدأ من 35 جنيه بيدفعها الزوج في البداية الى 10 و35 و40 ألف جنيه بتصل في الشهر. في 75 جنيه في الشهر للزوج اللي طبعا غير مقتدر بيدفعها للزوجة وللأولاد عبر هذه الوثيقة غير حقوقها. لكن في النهاية يعني الزوجة لما تتطلق هتلاقي دخل شهري على حسب الوثيقة المتفق عليها والفلوس اللي تم الاتفاق عليها ما قبل الزواج. طبعا في مشاكل حصلت كتير جدا، والزوج او بعض الازواج شافوا ان الموضوع دوت مؤذي ليهم، وازاي انا اكتب وثيقة، او ان انا ازاي بعد ما اكتب المؤخر وادفع فلوس عند المأذون، ولا اجيب قايمة ويكتب عليها وصل امانة عشان القايمة دي تعتبر وصل امانة وممكن تحبسني بيها. لا كمان انتوا عايزين تحبسوني بوثيقة جديدة فيها فلوس وفيها التزام ناحية الزوجة. ليه يا عم؟ انا مش لاعب، انا مش هتجوز. في رجالة كتير جدا هتعمل كده، بس الاكيد ان الرجالة اللي بتخاف ربنا عمرها في حياتها ما هتخاف
من تلك الوثيقة. زي ما احنا قلنا الراجل اللي بيخاف من هذه الوثيقة هو للأسف عنده نية مسبقة للطلاق. طيب الراجل اللي ما يخافش هو عارف ان المرأة ليها حقوق، وعمره في حياته بعد الطلاق ما يسيب عياله بدون مصاريف، ولا حتى يسيب مراته اللي كانت عرضه في يوم من الايام ان هي تنضام او تروح تشتغل شغل غير لائق او تدور على لقمة العيش عشان خاطر تكمل حياتها. اكيد مش هيحصل دوت. وده اللي بيتفق معاه علماء المسلمين اللي قالوا ان هم رافضين لفكرة الوثيقة لاسباب، وهي ان الجواز مبني على العلاقة الابدية، وان اي نية للطلاق موجودة من البداية دي بتهدم فكرة شرعية الزواج. فبالتالي امساك بمعروف او تسريح باحسان. في الاخر الطلاق والزواج ده امر رباني، ربنا سبحانه وتعالى نزله علشان خاطر يعمل توازن في الكون بوجود الست جنب الراجل، فهي مكمله ليه في حياته، وعلشان خاطر يحصل انجاب، والانجاب ده افضل يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى. ففكره ان الزوج والزوجه لابد ان يتمسكوا بحياتهم الزوجيه وعلشان خاطر اطفالهم، ويراعوا ربنا علشان خاطر هؤلاء الاطفال اللي هم نواة مجتمع جديد، ويعني بدايه لمشروع جديد في تعمير الكون، زي ما ربنا سبحانه وتعالى شرع الجواز علشان خاطر هذه النقطة تحديدا. ففكرة ان الراجل اللي يفكر من الاول هو هيطلق وياخد احتياطاته، فيبتدي يتعامل بحذر ان هو ما يمضيش على قايمة ولا ما يمضيش على قسيمة يعني او وثيقة الطلاق، او حتى يمضي على المؤخر الصداق، ده معناه انه عنده نية مبيتة للطلاق، او عنده احتمالية ان هو ما يكملش مع هذه السيدة، رغم ان ده مخالف للدين الإسلامي ومخالف لكل الديانات. حتى الدين المسيحي بيقولوا ما يربطه الله في السماء لا يمكن لإنسان أن يدمره أو ينهيه، يعني بما معناه، طبعا هي الآية مش كده صحيحة، لكن احنا بنقول فيما معناها أن الروح اللي بيجمعها الله سبحانه وتعالى في السماء ما ينفعش أن يفرقها بشر أو إنسان على الأرض، ودي هي وثيقة الجواز في المسيحية. وهكذا اليهودية برضو أيضا، هو الجواز أسمى أنواع العلاقات عند اليهودية، رغم الاختلافات الكبيرة جدا عند الأرثوذكس اليهود وطريقة معاملتهم للمرأة اليهودية، اللي احنا بنقول ان في الاخر الجواز نفسه كشرع وكتشريع من الله سبحانه وتعالى لتعمير الكون، فكان أنسب وأطهر الوثائق ما بين الرجل والمرأة على وجه الكون وفي الديانات السماوية أو حتى الديانات غير السماوية. يعني حتى الملحدين كمان بيشوفوا أن الزواج أو الارتباط ده حب، والحب ده هو ارتباط وثيق لا يمكن التفريط فيه بسهولة. فهنا علشان خاطر يبقى فيه علاقة سليمة وفيه زواج سليم، لابد أن يؤمن الرجل لامرأته سواء في وقت الزواج أو ما بعد الزواج حياتها، ويأمن لأولاده الناتجين عن هذا الزواج حياة كريمة. ولهذا تم إصدار أو الموافقة على وثيقة الطلاق في البرلمان. شكرا لكل نائب وافق على هذه الوثيقة، وشكرا لكل حد دعم هذه الوثيقة لحد ما طلعت النور. ونتمنى ان سيدات مصر ما تلجأش اصلا للطلاق، ولا الرجالة تضطرهم ان هم يتطلقوا ويهربوا من حياتهم، لان الست هي اكتر يعني كائن على الارض بتحب الاستقرار، وبتحب ان هي تكون في بيت، مش بتحب فكره الطلاق ده من اصعب الحاجات اللي بتمر على السيدات. ده حتى كمان في القران ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وقالها، وعلم النفس اثبت ايات الله سبحانه وتعالى في موضوع الطلاق ده تحديدا. علشان كده بنقول ان الرجاله تراعي ربنا قدر الامكان في زوجاتهن، ومراعاتهم ماديا ومراعاتهم معنويا وفي كافة الأمور. شكرا لكم، ونشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة وجدل جديد في 5 سياسة.